بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل من كنا بالابتدائية يقوم علينا المعلم الغايب يضربه والمو شاطر يضربه، وهذا الضربة خلت أثر، بس أثر حلو، أنه المعلم راد يهذبنا، راد يربينا، والمعلم هو المسؤول عنا. تمام؟ اليوم احنا كشعب احنا مسؤولين عن أعضاء البرلمان. نعم، لأن هؤلاء من المفترض هم يمثلون أبناء الشعب. هذه قبل يسموها عودة، عصا، عودة، هالشكل يسموها، تسميتها بالمدارس. الموشطور ينضرب بيها، واللي يغيب هواية ينضرب بيها، وبعد كثرة الغياب ينفصل. الرسالة إلى رئيس البرلمان محمود الهاشمي: ما أنت إسلامي، ومن غشنا فليس منا. فمن المفترض بما أنه أنت إسلامي يجب عليك أن تكون صادق وأمين على منصبك. إيش كثر عندك غياب من أعضاء البرلمان؟ كم واحد يتغيب هواية؟ مثلا أنا أذكر ياسر صخيل ما شفناه إلا 3 مرات بالبرلمان، 3 مرات فقط. هسه هذا أنا اللي أعرفه ومتأكد منه. احنا نريد من شرفاء أعضاء البرلمان، أكو ناس محترمين بالبرلمان وناس أهل غيرة، احنا نريدهم يطلعون للشعب العراقي يقولون: يا شيعة، يا سنة، يا أكراد، يا أقليات، حضروا العصا مالتكم، احنا راح نعطيكم بالتفاصيل منو اللي يتغيب ومنو اللي ما مشتري البرلمان بفلس. اكو بعض البرلمانيين اشتروا مناصبهم بفلوس، دخلوا للبرلمان بفلوس، وبعضهم احزابهم دخلتهم. هذا العصا من المفترض ان تكون عصا شيعية، سنية، كردية، اقليات، ينضرب بيها اللي ما يداوم، من المفترض. يعني انتو رواتبكم حلال حرام، بس انتو كلكم تصلون، وحتى اللي ما يصلي من عندكم يستحي فيسوي نفسه متدين أو طيب انتو ما تخافون من الله، خافوا على انفسكم. اموال الحرام بالبطن بالعوائل تسبب فرد عاهات مو زينه. اذا رئيس البرلمان محترم خلي يطلع بمؤتمر صحفي او بمقابله ويقول المتغيبين عن البرلمان واللي اصلا ما شايفين البرلمان غير 2 3 هم فلان من الجهه الفلانيه، حتى الشعب يعرف، حتى الغنم اللي انتخبوا ذول يعرفون قيمه نفسهم وقيمه هذا العضو. حياكم الله.